السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فراخ مشوية في الفرن بالرمان. طريقة جميلة ومختلفة والطعم خطير، طعمها جميل جدا جدا يا جماعة. أتمنى الوصفة تعجبكم وأتمنى أن انتوا تجربوها. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناة، وتعالوا مع بعض نشوف وصفة الفراخ اللي بالرمان دي عاملة ازاي. صدقوني خطيرة. يلا بينا نبتدي. أنا هنا عندي بصلتين صغيرين وطماطمتين صغيرين. طبعا البصل متقشر ومغسول ومتقطع وكده، وعندي مكعب اللي هو الهريسة الشطة اللي انا عملتها معاكم في القناة، وعندي هنا رمانية عملت فصصتها، جبت فصوص الرمان، وحطيت عندي نص معلقة سكر. ما عندكيش سكر ممكن تحط عسل اسود خطير برضو معاها. وطبعا نحط الملح بتاعنا، ما تزوديش الملح عشان خاطر الرمان مزز شوية. وعندي معلقة كبيرة بابريكا مدخنة او بابريكا عادية، حب اللي انت حباه. وعندي شوية بهارات فراخ، ممكن تقولي نص معلقة كده بهارات فراخ. وعندي فلفل اسود. وطبعا ما تنسيش الخل، هنحط الخل. عايزة تبدلي السكر بالعسل الاسود مفيش اي مانع، بيديله طعم خطير. الرمان نفسه مدي للفراخ كده نكهة في منتهى الجمال، مش عارفة اوصفها لكم ازاي، بس كان مدي نكهة حلوة قوي، بالذات اما دخلت الفرن طعم كان جميل جدا. انت لو عندك رمانة طلعت حادقة ومحدش عايز ياكلها هتستفادي بيها في كده. هنا طبعا حطيت الخل. انا بحب احط الخل مع الفراخ المشوية شوية، بتطري اللحمة بتاعتها. ما تقلقوش، ما بيزفرهاش، بس بتطري اللحمة، ما تخليهاش شدة، لان انا عاملاه دبحها النهارده فهتبقى شدة معايا، فلازم تخلي حاجة تطري. وهنا كان عندي فص توم دقيته وحطيته. هي الهريسة اللي انا عاملاها فيها توم بس مش قوي، فانا حطيت فص واحد، ما كتريش من التوم عشان ما يبقاش طعم مضاد. تمام. وهنضرب كل الكلام ده عندنا في الخلاط، اضربيه كويس قوي قوي. ما تقلقيش، البذر بتاع الرمان ما بيبانش، الحتة دي ما بتبانش لما بتستوي، والكلام من ده بتبقى كأنها مش موجودة. انا هنا بضرب الخلطة اللي انا عملناها مع بعض دي كويس قوي. بعد ما هنضربها بقى نتبل الفراخ بتاعتنا. هنا انا عندي الفرخة دي حوالي كيلو و200 جرام، 300 جرام حاجة زي كده. عملت فتحات بالسكينة زي ما انتوا شايفين، لازم الفتحات دي عشان التتبيلة تخش جوه الفراخ. وابتدي احط التتبيلة بتاعتي بقى. نزلي كل التتبيلة دي وتبلي فرختك كويس قوي قوي قوي. وحاولي ان انت كل الحتت اللي انت شكاها بالسكينة دخلي فيها التتبيلة علشان تتبل كويس. ويفضل ان انت تبيتيها لتاني يوم. انا بصراحة ما بيتهاش، تبلتها وسبتها حوالي تقريبا ساعتين او 3 ساعات، وعلى طول دخلتها في الفرن. زي ما انتوا شايفين انا بحاول ان انا ادخل التتبيله كويس قوي في الفراخ عشان عايزاها تستوي، لان انا عاملها في نفس اليوم. لكن لو انتي هتبيتيها لتاني يوم هيبقى افضل بكتير طبعا، هتبقى جميله جدا والطعم هيبقى مختلف. هنا بقى انا بحاول ان انا اقلبها وازود، احط كل حته، كل فتفوته كده من اللحمه بتاعت الفراخ احاول ان انا ادخل فيها من التتبيله. تمام. فما تقلقوش، هي لو قعدتيها ساعة او 2 برضو الطعم، لان التتبيلة طعمها ضاغي فبيخلي الطعم يظهر. لو قعدت ساعة او 2 هتبقى تحفة. انا بقول لكم الصوص بتاعها خلى العيال قالوا لي ده كاتشب يا ماما وكانوا بيحطوا الفراخ فيها كده وكانوا ياكلوها، كان عاجبهم جدا. وطبعا بعد ما خلصتها انا دخلتها الفرن تقريبا على درجة حرارة 180، قعدت حوالي ساعة او 3/4 ساعة كده، لان هي الفرخة صغيرة فما قعدتش فترة طويلة. الفرخة كبيرة طبعا هتقعد فترة اطول. فانا حطيتها الساعة، وبعد كده زي ما انتوا شايفين حطيت الرمان. وكانت حكاية، حتى الرمان اولادي حبوا طعم الرمان مع الفراخ. كانوا بياخدوا شوية من الرمان اللي انا كنت عاملاه ديكور عشان خاطر الشكل، بقى بياخدوا الرمان ويحطوه زي ما يكونوا بيحطوا شيبسي.
مع حتة الفراخ وكده المشوية، كان طعمها جميل جدا. اتمنى ان انتوا بجد تجربوها، واتمنى ان الوصفة تعجبكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناة، ولو احتجتوا اي وصفات جديدة قولولي، واحنا بنجرب مع بعض وصفات. ولو في اي وصفة طلعت معايا مش حلوة هقول لكم الوصفة دي طلعت معايا مش حلوة ما تعملوهاش. لكن بأمانة ربنا الوصفة دي طلعت معايا خطيرة جدا جدا يا جماعة، وكان طعمها في منتهى الجمال. هي في ناس بتعملها بدبس الرمان، بس انا ما عنديش دبس الرمان، فانا بدل دبس الرمان حطيت رمان. طب ما هو دبس الرمان بيتعمل بالرمان بس انا عملتها بالرمان وكانت طعم خطير. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.